قارب والأحباب من صحة ومرض وحياة وموت ونجاح وفشل، يعني قد يفقد الإنسان أعز أحبابه، ماذا يفعل؟ يصبر، يمتحن مرة ثانية، قد تتعرض في الساعة الواحدة إلى عدة ابتلاءات. أنت في دار ابتلاء، أنت في دار امتحان. الآن من أنواع الابتلاءات الابتلاء التكليفي، كلفك الله أن تعبده، أنت ممتحن بهذا التكليف، هل أنت عابد له أم أنت مقصر؟ هل تتقن الصلوات أم لا تتقنها؟ هل تؤدي العبادات فإذا أديتها استرحت منها أم استرحت بها؟ والفرق كبير جدا. لذلك قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الابتلاء الأول ابتلاء التكليف، كلفك أن تعبده. ما موقفك من هذا الابتلاء؟ كلفك أن تعبده، بل جعل الله علة وجودك في الأرض أن تعبده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل هناك أوضح من هذه الآيات؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آية ثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال القرطبي: أحسن عملا أي أيكم أورع عن محارم الله وأيكم أسرع إلى طاعة الله. أو ليبلوكم ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يحبه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره. خلق الله الموت للبعث والجزاء وخلق الحياة للابتلاء. مفهوم الابتلاء يجب أن يكون واضحا جدا في نفس كل مؤمن. أحيانا في بلاء خاص، الناس في بحبوحة، الوضع جيد، أما هو مبتلى ابتلاء خاص. هذا الابتلاء الشخصي: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في بلاء عام، يكون في غلاء عام، قهر عام، احتلال، مصيبة عامة، وفي بلاء خاص. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا تنسوا قول الإمام الشافعي: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. آية ثانية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية ذكرتها قبل قليل. وآية ثالثة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا الابتلاء الفردي، يعني هذا مبتلى بالغنى، هذا بالفقر، هذا بالأولاد، هذا بحرمانه من الأولاد، هذا بأولاد كلهم ذكور،
هذا بأولاد كلهم إناث، هذا بأولاد بعضهم ذكور بعضهم إناث، هذا ابتلي بالأولاد مع الفقر، هذا الأولاد مع الغنى، هذا الغنى بلا أولاد. وضعك الذي أنت فيه مادة امتحانك مع الله، والبطولة أن تنجح. لكن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. لمجرد أن تقول يا رب لك الحمد، أنا راضي، فقد نجحت في الامتحان. الله عز وجل يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، دقق، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الآن ابتلاء جماعي، أنت موظف بدائرة وفي أعلى منك مدير دائرة، في مدير عام وفي وزير، وقد تجد نفسك أصلح من هؤلاء، لكنك مبتلى بهذا الموقع المتوسط، وقد تبتلى بموقع أقل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، شوف، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، لام التعليل، جعلك ممرض وفي طبيب، جعلك مجند وفي لواء، جعلك بائع متجول وفي رئيس غرفة تجارة، جعلك يعني بأعمال بسيطة جدا ومن حولك بأعمال عالية جدا. هذا ابتلاء. لكن أتمنى من أعماق قلبي ألا تفهموا أن ترضى بوضع لا يليق بك. متى ترضى؟ حينما تبذل قصارى جهدك ولا تستطيع أن تغير وضعك. الآن أرضى. أما بيقول لك أنا ما نجحت، يا الله ابتلاني بالرسوب، لا، هذا كذب، لأنك ما درست. لأنك هذا الذي يقصر ويعزو تقصيره إلى القضاء والقدر، هذا يسخر من الدين. التوحيد لا يبرر الخطأ. أنا أقول جزاء التقصير. وضعت دواء سام بمكان بين أيدي الأطفال، أخي الله ابتلاني، لا، هذا تقصير. هذا الدواء السام يوضع في مكان بعيد عن أيدي الأطفال. يعني في أشياء كثيرة أيها الإخوة يبتلى بها الإنسان، يكون أخذ بالأسباب. أما إن لم يأخذ بالأسباب، يعني عفوا مأخذ كهربائي مكشوف وبالحمام وفي ماء والتيار 220، التيار 220 مع الماء قاتل. دخل الابن وضع يده على المأخذ المكشوف والأرض فيها ماء، بيموت فورا. أخي سبحان الله، مات بأجله. هذا كلام في خطأ كبير. يعني طبيب إسعاف جاء مريض يجري حوارا مع ممرضة لا يليق به، قال له ينتظر، مات. أنا أرى يحاسب كقاتل، يحاسب كقاتل إذا كان بالإمكان إسعافه. هذا جزاء التقصير. أما حينما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ويأتي الأمر على خلاف ما تريد، هذا اسمه قضاء وقدر. حينما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء ويأتي الأمر على خلاف ما تريد، هذا قضاء وقدر، وإلا جزاء التقصير. عليكم بالكيس، وإن الله يلوم على العجز، فإذا غلبك أمر غلبك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما بتقدر تقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا أخذت بالأسباب وغلبك أمر الله عز وجل. هي حالة وحيدة. أما كل تقصير هيك ترتيب سيدك، هيك الله يريد. أنت ما درست، لما البضاعة اشتريتها ما درست السوق، ما ربحت، الله ما كتب لي أربح، لا، غلط هذا. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء،
ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أقسم لكم بالله ما من حقيقة بكلمات يحتاجها المسلمون اليوم كهذه الحقيقة. مقصرون، لا يأخذون بالأسباب، ينتظرون معجزة من الله. لا، لن تأتي هذه المعجزة. ما لم نأخذ بالأسباب لا نتوقع من الله شيء. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، سيدنا داود عليه السلام له قصة تؤكد حقيقة هذا الموضوع الطيب. قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أخواننا الكرام، رجاء دققوا في هذه الآية. وإن كثيرا من الخلطاء، من هم؟ الشركاء، الزوجان، الصديقان، الجاران، يعني أي علاقة بين اثنين شركاء. وإن كثيرا من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الإمام الشافعي استنبط أن الذي يبغي على شريكه ليس مؤمنا بنص الآية. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. إذن الذي يبغي على شريكه أو على خليطه أو على زوجته هنا نفي عنه، إن أردنا أن نخفف، كمال الإيمان، أو نفي عنه الإيمان أصلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله عز وجل ولاك مدير دائرة، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مؤسسة. امتحان هذا. هل تعدل أم تظلم؟ هل تقرب أقربائك أم تقرب الأكفاء فقط؟ امتحان. يعني معلم ابتدائي ولك ابن مع الطلاب أكثر الأولاد تحطه على الريف. في أبسط من ذلك؟ يعني الإنسان حينما يمتحن بمنصب، بعمل، بتجارة، بصناعة، بمؤسسة، ممتحن من الله عز وجل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما